السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بكم. والنهارده هنحل مع بعض بنك الأسئلة على الوحدة الأولى في كتاب الأضواء صفحة 53. أولا لو أنت لسه جديد معانا وأول مرة تشوفنا يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل يصلك كل جديد. كمان ما تنساش تدعمنا باللايك وتشارك فيديو مع أصحابك لكي نستمر. تدريبات الكتاب المدرسي. السؤال الأول: اكتب ما يشير إليه مدلول الأرقام التالية على الخريطة. 1 جبال. رقم 1 هنا في شمال غرب قارة أفريقيا جبال أطلس، يبقى جبال أطلس. 2 هضبة. رقم 2 في الشرق هنا ديت هضبة الحبشة، هضبة الحبشة. 3 بحيرة. رقم 3 بحيرة فيكتوريا، بحيرة فيكتوريا، يبقى بحيرة فيكتوريا. 4 جزيرة. رقم 4 دي جزيرة مدغشقر، مدغشقر، يبقى 4 جزيرة مدغشقر. 5 النيل. رقم 5 النيل الأزرق، النيل الأزرق، يبقى 5 النيل الأزرق. 6 مدار. رقم 6 اللي في شمال أفريقيا ده مدار السرطان، يبقى مدار السرطان. 7 نهر. رقم 7 نهر عطبرة، عطبرة، يبقى 7 نهر عطبرة. 8 حضارة. رقم 8 ديت حضارة اللي في السودان، حضارة كوش، يبقى حضارة كوش في شمال السودان. 9 جبال. رقم 9 في جنوب شرق أفريقيا هنا تحت خالص جبال دراكنزبرج، دراكنزبرج. 10 جزر. رقم 10 هنا جزر القمر، جزر القمر. السؤال الثاني: يكتب كلمة صواب ما العبارة الصحيحة وكلمة خاطئة ما العبارة غير الصحيحة مع التصويب. 1 قامت مصر بإنشاء خزان جبل الأولياء في أوغندا لتوليد الكهرباء. خطأ، لأن قامت مصر بإنشاء خزان جبل الأولياء في السودان، يبقى في السودان لتوليد الكهرباء. 2 تقترب قارة أفريقيا من قارة أوروبا عند مضيق موزمبيق. خطأ، عند مضيق جبل طارق، عند مضيق جبل طارق. 3 يسترد النيل قوته بعد التقاء نهر السباط ببحر الجبل، ديت صواب. 4 ظهرت حضارة أكسوم في غرب أفريقيا. خطأ، حضارة أكسوم في شرق أفريقيا. 5 تعد هضبة الحبشة أكثر هضاب قارة أفريقيا ارتفاعا. صواب. 6 يكثر وجود المنخفضات فوق هضبة شمال أفريقيا، برضو صواب. السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس. 1 نشأت حضارة قرطاج حاليا في تونس حاليا. 2 يمثل أعلى قمة جبلية في سلسلة جبال أطلس جبل طوبقال، يبقى جبل طوبقال. 3 يعد من أهم مصادر مياه بحيرة فيكتوريا نهر كاجيرا، يبقى نهر كاجيرا. 4 يطلق على دول حوض النيل اسم الأندوجو ويعني الإخاء. السؤال الرابع: بما تفسر. 1 اهتمام أوروبا بالكشوف الجغرافية لقارة أفريقيا لرغبتها في استكشاف ثروات أفريقيا والاستيلاء عليها ونهبها، يبقى لرغبتها في استكشاف ثروات أفريقيا والاستيلاء عليها ونهبها، يبقى لرغبتها في استكشاف ثروات أوروبا، يبقى لرغبتها في استكشاف ثروات أفريقيا والاستيلاء عليها ونهبها. 2 أهمية النيل الأزرق لمصر. يمد نهر النيل بمياهه ويساعده على الجريان تجاه الشمال حتى المصب، يبقى يمد نهر النيل بمياهه ويساعده على الجريان نحو الشمال، يبقى أهمية النيل الأزرق لمصر: يمد نهر النيل بمياهه ويساعده على الجريان نحو الشمال حتى المصب. 3 الأهمية الاقتصادية لجبل كليمنجارو. يتميز بمناظر طبيعية خلابة خاصة مع تراكم الجليد على قمته، مما يجذب السياح الذين يمارسون العديد من الأنشطة بالمناطق الجبلية، يبقى يتميز بمناظره الطبيعية الخلابة التي تساعد على جذب السياح، يبقى يتميز بمناظره الطبيعية الخلابة التي تساعد على جذب السياح الذين يمارسون العديد من الأنشطة بالمناطق الجبلية. السؤال الخامس: دلل على كل عبارة مما يلي. 1 الأهمية الحضارية لموقع قارة أفريقيا. الدليل: حيث نشأت على أرض أفريقيا العديد من الحضارات القديمة مثل الحضارة المصرية القديمة وحضارة كوش
في شمال السودان، وحضارة أكسوم في أثيوبيا وإريتريا، وحضارة قرطاج في تونس. يبقى نشأت العديد من الحضارات القديمة مثل الحضارة المصرية القديمة، وحضارة كوش في شمال السودان، وحضارة أكسوم في إريتريا وإثيوبيا، وحضارة قرطاج في تونس. 2. دور مصر في تنمية مائية حوض النيل. الدليل حيث قامت مصر بالعديد من المشاريع، وقامت في السودان بإنشاء خزان سونار على النيل الأزرق، إنشاء خزان سونار على النيل الأزرق، ودفع تكاليف إنشاء خزان جبل الأولياء لتوليد الطاقة الكهربائية، وإنشاء سد أوين في أوغندا، وحفر عشرات الآبار في كينيا، وتطهير بحيرة فيكتوريا وكيوجا من الحشائش والنباتات. يبقى دي كلها أدلة على دور مصر في تنمية مائية حوض النيل. إنشاء خزان سونار على النيل الأزرق في السودان، ودفع تكاليف إنشاء خزان جبل الأولياء، وإنشاء سد أوين في أوغندا، وحفر عشرات الآبار في كينيا. 3. الأهمية الاقتصادية للسهول الفيضية بقارة إفريقيا. الأهمية الاقتصادية للسهول الفيضية: تتسم السهول الفيضية بخصوبة تربتها الصالحة للزراعة، مما ساعد على استقرار الإنسان وقيام العديد من الحضارات الإفريقية مثل حضارة كوش والحضارة المصرية القديمة وحضارة أكسوم. يبقى قيام العديد من الحضارات الإفريقية. يبقى الأهمية الاقتصادية للسهول الفيضية بقارة إفريقيا: تتسم السهول الفيضية بتربتها الخصبة الصالحة للزراعة، مما ساعد على استقرار الإنسان وقيام العديد من الحضارات الإفريقية مثل حضارة كوش والحضارة المصرية القديمة وحضارة أكسوم. السؤال السادس: ما النتائج المترتبة على ما يلي؟ 1. عدم وجود جبال على سواحل البحر المتوسط في مصر أدى إلى اتساع السهول الساحلية على البحر المتوسط. اتساع السهول الساحلية يبقى أدى إلى اتساع السهول الساحلية على البحر المتوسط في شمال مصر. 2. سقوط أمطار غزيرة دائمة على هضبة البحيرات الاستوائية ساعد ذلك على استدامة مياه نهر النيل ووصولها إلى مصر. استدامة مياه نهر النيل، ساعد ذلك على استدامة مياه نهر النيل ووصوله إلى مصر. 3. الموقع الجغرافي لقارة إفريقيا. أدى الموقع الجغرافي إلى إشراف إفريقيا على ممرات مائية مهمة وتحكمها في طرق الملاحة العالمية. إشراف إفريقيا على ممرات مائية مهمة. يبقى الموقع الجغرافي لقارة إفريقيا أدى إلى إشراف إفريقيا على ممرات مائية مهمة وتحكمها في طرق الملاحة العالمية. السؤال السابع: ما العلاقة بين كل من؟ 1. مصر وتجمع الأندوجو. العلاقة بين مصر وتجمع الأندوجو: قامت مصر بإنشاء تجمع الأندوجو لدول حوض النيل للتعاون والتشاور بينهم، وتم إنشاؤه عام 1983. وقامت مصر بإنشاء تجمع الأندوجو لدول حوض النيل للتعاون والتشاور بينهما، وتم إنشاؤه عام 1983. يبقى قامت مصر بإنشاء تجمع الأندوجو لدول حوض النيل بهدف التعاون والتشاور بينهم. 2. هضبة الحبشة وقيام الزراعة في مصر. العلاقة بين هضبة الحبشة وقيام الزراعة: ترتفع خصوبة التربة في مصر نتيجة تكونها من الطمي الذي جلبه نهر النيل من هضبة الحبشة ذات التربة البركانية الخصبة. يبقى ترتفع خصوبة التربة في مصر نتيجة الطمي الذي جلبه النهر من هضبة الحبشة. يبقى ترتفع خصوبة التربة في مصر نتيجة الطمي الذي جلبه النهر من هضبة الحبشة ذات التربة البركانية الخصبة. تدريبات الأضواء. السؤال الأول: أكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة. 1. تقع قارة إفريقيا جنوب البحر المتوسط. 2. تقترب قارة إفريقيا من قارة آسيا عند مضيق باب المندب. 3. تقع واحد سيوة في دولة مصر. 4. أكبر دول قارة إفريقيا مساحة هي دولة الجزائر. 5. تنحدر هضبة البحيرات الاستوائية تجاه الشمال. 6. تسقط الأمطار طوال العام على هضبة البحيرات الاستوائية. 7. تقع أعلى قمة جبلية في سلسلة جبال البحر الأحمر بدولة مصر اللي هو جبل شايب البنات. 8. انتهت جهود الحملات الاستكشافية التي أرسلها محمد علي لإفريقيا بالوصول إلى
النيل الأبيض. يبقى الوصول إلى النيل الأبيض. السؤال الثاني صوب ما تحته خط. واحد، يعد جبل طبقال أعلى قمة جبلية في جبال البحر الأحمر. جبل شايب البنات. يبقى جبل شايب البنات أعلى قمة جبلية في جبال البحر الأحمر. أما جبل طبقال ده أعلى قمة جبلية في جبال أطلس. 2، يقع جبل أطلس وسط قارة إفريقيا. يقع جبل كينيا وكليمنجارو. كينيا وكليمنجارو. يبقى يقع جبل كينيا وكليمنجارو وسط قارة إفريقيا. 3، امتد حكم الخديو إسماعيل حتى جنوب مدار الجدي، حتى جنوب دائرة الاستواء. دائرة الاستواء. 4، تقع واحة الجوف بدولة الجزائر. واحة الجوف بدولة ليبيا. يبقى تقع واحة الجوف بدولة ليبيا. 5، يجري نهر النيجر في شرق إفريقيا في غرب إفريقيا. 6، تعد جزر القمر أكبر جزر قارة إفريقيا. جزيرة مدغشقر. مدغشقر. يبقى تعد جزيرة مدغشقر أكبر جزر قارة إفريقيا. 7، اكتشف البريطانيون طريق رأس الرجاء الصالح بجنوب إفريقيا. اكتشف البرتغاليون. البرتغاليون. يبقى اكتشف البرتغاليون طريق رأس الرجاء الصالح بجنوب إفريقيا. السؤال الثالث، اكتب ما تشير إليه كل عبارة من العبارات التالية. 1، مجموعة انكسارات طولية تمتد شرق قارة إفريقيا. الأخدود الإفريقي العظيم. الأخدود الإفريقي العظيم. يبقى الأخدود الإفريقي العظيم. 2، حضارة إفريقية قديمة امتدت في شمال السودان. حضارة كوش. حضارة كوش. 3، الجبال التي تكونت نتيجة الثورانات البركانية. الجبال البركانية. الجبال البركانية. 4، إحدى جزر إفريقيا تقع شمال غرب جزيرة مدغشقر. جزر القمر. جزر القمر. 5، مدينة بدأت فيها حضارة كوش قبل الانتقال إلى مروى. مدينة نبتة. مدينة نبتة. 6، سهول كونتها الأنهار عن طريق ترسيب المواد العالقة بمياهها. السهول الفيضية. السهول الفيضية. السهول الفيضية. 7، استثمار الموارد المائية بشكل يحقق التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي ويقضي على الفقر. الاقتصاد الأزرق. الاقتصاد الأزرق. يبقى الاقتصاد الأزرق. 8، إحدى دول حوض النيل وساهمت مصر في حفر عشرات الآبار بأراضيها. دولة كينيا. يبقى دولة كينيا. المستوى الثاني. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس. 1، أحد الممرات المائية الإفريقية وتشرف عليه دولة واحدة. اللي بتشرف عليه دولة واحدة هي قناة السويس اللي هي دولة مصر. 2، تولت دولة رئاسة الاتحاد الإفريقي عام 2019. دولة مصر. 3، أي من الجبال الآتية يمتد في مصر وليبيا والسودان؟ جبل العوينات. 4، أكبر دولة إفريقية مساحة هي دولة الجزائر. 5، تمتد في أقصى جنوب شرق قارة إفريقيا جبال دراكنزبرج. 6، أحد المسطحات المائية التي يعد جزءا من الأخدود الإفريقي العظيم خليج العقبة. 7، تقطع دائرة الاستواء في إفريقيا هضبة البحيرات الاستوائية. 8، يقع نحو من مساحة إفريقيا في النصف الشمالي للكرة الأرضية نحو الثلثين. 9، أرسل الملك بعثة للدوران حول إفريقيا. الملك نخاو الثاني. 10، تنحصر بين سلسلتي جبال أطلس هضبة الشطوط. هضبة الشطوط. 11، من روافد المنابع الموسمية لنهر النيل نهر الصباط. يبقى نهر الصباط. 12، إحدى الحضارات الإفريقية القديمة التي قامت على سواحل البحر المتوسط. حضارة قرطاج. حضارة قرطاج في تونس. 13، امتدت حضارة أكسوم الإفريقية في دولتي إريتريا وإثيوبيا. إريتريا وإثيوبيا. 14، تقترب قارة إفريقيا من قارة أوروبا عند مضيق جبل طارق. يبقى مضيق جبل طارق. السؤال الثاني، اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. 1،
قام الرحالة حرقوف ب3 رحلات نحو الجنوب واكتشف أجزاء من قارة إفريقيا. خطأ، لأن الرحالة حرقوف قام ب4 رحلات نحو الجنوب. 2. تتسم سهول البحر الأحمر بالضيق بسبب اقتراب الجبال، ديت صواب. 3. جميع الدول العربية الإفريقية تمتلك سواحل على مسطحات مائية، برضو صواب. 4. تعد جبال الكاب من الجبال الالتوائية بجنوب إفريقيا، برضو صواب. 5. تعد هضبة البحيرات الاستوائية المنبع الموسمي لنهر النيل، ديت خطأ، لأن هضبة الحبشة هي المنبع الموسمي، أما هضبة البحيرات الاستوائية دي المنبع الدائم لنهر النيل. 6. تنحدر هضبة شمال إفريقيا تدريجيا جهة الجنوب، خطأ، لأن هضبة شمال إفريقيا بتنحدر جهة الشمال. 7. تعد حضارة أكسوم من الحضارات الإفريقية القديمة التي قامت في تونس، خطأ، لأن حضارة أكسوم ديت قامت في إثيوبيا وإريتريا، أما الحضارة اللي قامت في تونس فهي حضارة قرطاج. 8. يفصل جزيرة مدغشقر عن الساحل الشرقي لقارة إفريقيا مضيق موزمبيق، ديت صواب. 9. يعد جبل كليمنجارو أعلى قمة جبلية في سلاسل جبال أطلس، دي خطأ، لأنه يعد جبل طوبقال. 10. أعلنت هيئة اليونسكو أهرامات مروة بأريتريا إحدى مواقع التراث العالمي، خطأ، لأن أعلنت هيئة اليونسكو أهرامات مروة بالسودان إحدى مواقع التراث العالمي. 11. نصت اتفاقية حوض النيل عام 2015 على الاستخدام المنصف والمناسب لمياه النيل، صواب. 12. ساهمت الطفوح البركانية في ارتفاع خصوبة التربة بهضبة الصحراء الكبرى، خطأ، لأن ساهمت الطفوح البركانية في ارتفاع خصوبة التربة بهضبة الحبشة، يبقى هضبة الحبشة. نكمل مع بعض بقى المستوى الثالث. السؤال الأول: ألف. أمامك خريطة صماء لقارة إفريقيا، اكتب مدلول الأرقام التي عليها. 1. البحر، رقم 1 اللي في شمال أفريقيا ده البحر المتوسط. 2. البحر ده البحر الأحمر. 3. المحيط، رقم 3 ده المحيط الأطلنطي. 4. المحيط 4 اللي في الشرق هنا المحيط الهندي. 5. جبال، رقم 5 دي جبال أطلس. 6. جبال، رقم 6 تحت خالص في جنوب شرق قارة أفريقيا جبال دراكنز بيرج. 7. هضبة الحبشة، رقم 7 هي في الشرق هضبة الحبشة. 8. جبال البحر الأحمر، رقم 8 أهو جبال البحر الأحمر. 9. جزيرة مدغشقر، أدي 9 هي دي جزيرة مدغشقر. 10. سهول ساحلية، رقم 10 دي سهول ساحلية مطلة على المحيط الهندي. 11. سهول فيضية، رقم 11 دي سهول فيضية، سهول نهر النيل، سهول فيضية. 12. نهر، رقم 12 ده نهر النيجر، يبقى 12 نهر النيجر. 13. نهر الكونغو، رقم 13 اهوت ده نهر الكونغو. أمامك خريطة لحوض نهر النيل، اكتب مدلول الأرقام التي عليها. 1. نهر النيل الأزرق، يبقى 1 ده نهر النيل الأزرق. 2. نهر النيل الأبيض، رقم 2 اهوت ده النيل الأبيض. 3. بحيرة فيكتوريا، رقم 3 تحت خالص دي بحيرة فيكتوريا. 4. بحيرة تانا في أثيوبيا، هنا بحيرة تانا. 5. بحيرة ناصر، بحيرة ناصر هنا في جنوب مصر، بحيرة ناصر. 6. نهر كاجيرا اهو ده نهر كاجيرا وده المنبع الحقيقي لنهر النيل. 7. دولة أقامت بها مصر العديد من الآبار، رقم 7 دي دولة كينيا، يبقى دولة كينيا. 8. دولة أقامت لصالحها مصر سد أوين، دولة أوغندا، يبقى 8 ديت سد أوين في أوغندا. السؤال الثاني: إلى أي الأقسام التضاريسية تنتمي الظاهرات الجغرافية الآتية؟ 1. حوض النيجر ده نهر. 2. فيكتوريا بحيرة. كليمنجارو جبل. مدغشقر جزيرة. طوبقال جبل. الشطوط هضبة. شايب البنات جبل. كاجيرا نهر. المستوى الرابع. السؤال الأول: بما تفسر 1 الأهمية الاستراتيجية لموقع قارة إفريقيا. هقول له تشرف على ممرات مائية مهمة وتطل على مسطحات مائية مهمة، يبقى تشرف على ممرات مائية مهمة. 2. الأهمية الحضارية لقارة إفريقيا لأن نشأ بها أقدم الحضارات في العالم زي الحضارة المصرية القديمة وحضارة كوش وحضارة أكسوم
وحضارة قرطاج. 3. تنوع النباتات والحيوانات والمحاصيل الزراعية في قارة إفريقيا بسبب تنوع المناخ. 4. اهتمام أوروبا بالكشوف الجغرافية بقارة إفريقيا من أجل الوصول إلى ثروات إفريقيا. يبقى من أجل الوصول إلى ثروات إفريقيا والاستيلاء عليها ونهب خيراتها. 5. أهمية النيل الأزرق لمصر. يمد النيل بمياهه ويساعده على الجريان نحو الشمال. يبقى أهمية النيل الأزرق يمد النيل بمياهه ويساعده على الجريان نحو الشمال ليصل إلى المصب في البحر المتوسط. 6. أسس البرتغاليون الموانئ والمراكز التجارية على طريق رأس الرجاء الصالح لتأمين الملاحة والتجارة. يبقى لتأمين الملاحة والتجارة. 7. زيادة دور مصر الريادي في قارة إفريقيا عام 2019 نتيجة لانتخاب مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي عام 2019. يبقى نتيجة لانتخاب مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي عام 2019. 8. تتميز هضبة الحبشة بخصوبة تربتها بسبب الطفوح البركانية بها. 9. تعتبر هضبة البحيرات الاستوائية المنبع الدائم لنهر النيل بسبب سقوط الأمطار عليها طوال العام. 10. تكون الجليد فوق قمة جبل كليمنجارو بسبب شدة الارتفاع. 11. الأهمية الاقتصادية لجبل كليمنجارو. تكون الجليد فوق قمته مما يساعد على جذب السياح. يبقى الأهمية الاقتصادية لجبل كليمنجارو تكون الجليد فوق قمته مما يساعد على جذب السياح. 12. تتميز سهول وادي النيل بخصوبة تربتها بسبب الطمي الذي ينتقل من هضبة الحبشة. يبقى بسبب الطمي الذي ينتقل من هضبة الحبشة عن طريق مياه نهر النيل. 13. تضيق سهول البحر المتوسط في بلاد المغرب العربي بسبب اقتراب جبال أطلس. 14. قلة مياه المنابع الاستوائية لنهر النيل طوال العام بسبب زيادة نسبة البخر. 15. أهمية اتفاقية قانون تنظيم استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية لتنظيم استخدام مياه الأنهار وتنميتها وإدارتها والعمل على تحقيق الانتفاع الأمثل والمستدام بها. الثاني، لتنظيم استخدام مياه الأنهار وتنميتها وإدارتها والعمل على تحقيق الانتفاع الأمثل والمستدام بها. 16. عقد كل من مصر وإثيوبيا والسودان اتفاقية 2015 لتنظيم وإدارة وتنمية مياه نهر النيل وعدم التسبب في أي ضرر والاستخدام المنصف والمناسب لمياه النهر. ثاني، لتنظيم وإدارة وتنمية مياه نهر النيل وعدم التسبب في أي ضرر والاستخدام المنصف والمناسب لمياه النهر. السؤال الثاني، من النتائج المترتبة على 1. الموقع الفلكي والجغرافي لقارة إفريقيا. نتج عن الموقع الفلكي تنوع المناخ، ونتج عن الموقع الجغرافي تحكمها في الممرات المائية المهمة. 2. انتخاب مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي عام 2019 نتج عنها تدعيم علاقاتها مع دول القارة. يبقى تدعيم علاقاتها مع دول القارة. 3. تنوع المناخ في قارة إفريقيا أدى إلى تنوع النباتات الطبيعية. 4. إرسال محمد علي باشا رحلات لاكتشاف منابع النيل عام 1839 أدى إلى اكتشاف النيل الأبيض. 5. حدوث طفوح بركانية بهضبة الحبشة أدى إلى قيام الزراعة ونشأة الحضارات القديمة. يبقى أدى إلى قيام الزراعة وزيادة خصوبة التربة ونشأة الحضارات القديمة. 6. ارتفاع الحرارة وسقوط الأمطار الدائمة في حوض الكونغو أدى إلى تصنيفها كمنبع دائم لنهر النيل. يبقى تصنيفها كمنبع دائم لنهر النيل. 7. امتداد جبال الأطلس في سلسلتين متوازيتين أدى إلى ضيق سهول البحر المتوسط. 8. حدوث الثورانات البركانية في وسط قارة إفريقيا أدى إلى تكوين الجبال البركانية. 9. مساهمة المناطق الجبلية في قارة إفريقيا في دعم الأنشطة الاقتصادية أدى إلى دعم الاقتصاد في السياحة والتعدين والصناعة. يبقى دعم الاقتصاد في السياحة والتعدين والصناعة. الأسئلة اللي فاضلة بقى أنت هتحلها بقى مع نفسك، وأشوفكم في فيديو جديد. كان معكم معلم خبير في مادة الدراسات الاجتماعية مستر أحمد زغلول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.